السلام عليكم خوتي، كي راكم دايرين؟ جبت تكونوا كاع يا خوتي. ولينا لكم اليوم فيديو جديد وحلقه جديده من جانب مظلم لي. غنهضركم في هذا الفيديو على الدارك ويب، جانب مظلم من الانترنت. المظلم كاين خوتي دارك ويب، كاين ديب ويب. قبل ما تبداو الفيديو خوتي ما تنسوش تخلونا لايك، ما تنسوش تشاركوا. في هذا الفيديو وصلونا 1673 لايك، 2355 لايك. هذه هي ليتس جو شابه. ما تنسوش تعطونا الاراء تاعكم خوتي في لي كومونتير. ولينا ننطلق في الحلقه تاعنا تاع اليوم. 3 2 1. An online network called Internet. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what Internet is? It's a growing is? grid of independent computer networks interlaced. It's evolved from a U.S. military bulletin board in the 1970s to a worldwide computer switchable list. With an hourly charge of $5. You need a computer and a phone. Connected to your program. الانترنت خوتي اكتشفت 1990، ولا العالم قريه صغيره كما يقولوا. ثم الانترنت كتمشى بشكل نورمال عادي، ما كانش كاين دارك ويب وديب ويب، حتى جا واحد النهار كانت كاين واحد الحكومه تاع امريكا اللي هي انرال، خرجوا كي نقولوا سيستم اللي قادوا يتحكموا كي نقولوا في الناس، ماشي كاع اي الناس اللي يحكموا في حكومه كي نقولوا لا بوليس اللي عسوا بيت الابيض منا، ماشي يتحكموا فيهم، يعني يتصنتوا عليهم شنو يديروا شنو مش يديروا. المهم كانوا خارجين هذا السيستم يسموه اونين حاجه مانيش عاقل. المهم خرجوا هذا السيستم، كان الاول دايرين هدف تاعهم الاول كان دايرين غير لجال خدامات تاع داك البيت الابيض يتصنتوا عليهم وكاش على بالهم هذو خدام كاش على بالهم. تام بعدا خرجت ثغره من هذا الموقع وين الهاكر زادوا كبروا ديك الثغره، صاي انتشرت كاع في العالم، ولا اي واحد يدير ديب ويب وسعوه ولا فيه متاجر منه. هو الاول كانوا هي الاولى تاعه كانوا دايرين غير باش يتصنتوا، مشي على كاع الناس، غير على اللي كانوا يخدموا في الحكومه، فهمتوني؟ من بعد انتشر وين راه كيما راه دروك. خوتي بدايه حنا كاع نعرفوا الانترنت اللي هو الانترنت تاع العام، يعني انترنت اللي تدخل تلقى فيه يوتيوب فيسبوك انستغرام، انترنت بشكل عام. هذا الانترنت خوتي يشكل فقط 5% من الانترنت اللي كاين كاع في العالم. تخيلوا 5%، زعما كان 100% منها 5% انترنت. تخيلوا هذه كاع الانترنت خوتي اللي فيها جوجل وفيها يوتيوب وفيها الفيديو وفيها بزاف صوالح، هذه غير 5%. 95% خوتي راحت في الديب ويب والدارك ويب. غادي نفصلها لكم بالتفصيل. عندنا الانترنت تاعنا موراه يجي ديب ويب، موراه يجي دارك ويب. دارك ويب هو الانترنت المظلم، والديب ويب هو الانترنت العميق. سما بمراحل انترنت، ديب ويب، دارك ويب. خاطرش كيما البحر هي يقول كاين سطح البحر، بعد تحت البحر امطار كثار، امطار بزاف، كاين ديب العمق شغل تشوف شويه وما تشوفش. الدارك ويب ما تشوفش، جاي تحت العمق. روح الانترنت مشكلينها بواحد المثال يسموه ايسبرغ، جبل تاع الثلج داخل في بحر. دوك نديكم تصويره، هذاك الثلج هذاك الجبل راسه فوقانيه، قطعه فوقانيه اللي هي الانترنت اللي حنا فيها، بصح عنده شكل الجسم تاعها كاع الثاني اللي تحت البحر، هذيك هي كاع الدارك ويب اللي فيها ديب ويب وتحتها دارك ويب وين يكمل كاع. خوتي هذا الانترنت المظلم فيه تجاره المخدرات، قتل، وتعذيب، بيع الاعضاء البشريه خوتي، والمواد الاباحيه، وفيه التعامل مع القتله المأجورين خوتي، وفيه تزوير الاوراق الماليه خوتي، وفيه تزوير الاوراق الرسميه تاع البنوك وتاع الادارات، وفيه التحرش بالاطفال، وفيه الاحتيال خوتي بكثره. هادو كاع دروك غادي نفهموكم خوتي بالتفاصيل كيفاه يسروا. باش تدخل خوتي للدارك ويب ولا الديب ويب ماشي حاجه سهله، وماشي اي واحد يقد يديرها خوتي. وحنا نحضروكم ما كاش اي واحد خوتي يروح دروك يبغي يجرب يدخل، باسكو واعره باش تدخل، وإلا غادي تدخل غادي تباصي روحك. ثم حنا جايين غير نفهموكم دارك ويب وديب ويب شافيه. حرزوا خوتي حذاري ثم حذاري. صاي ثاني غادي يفهموكم كيفاه تدخل دارك ويب، بصح ماشي كيفاه بالتفصيل، زعما كيفاه يدخلوا. مي غادي نفهمكم كيفاه يدخلوا، تعرفوا باللي من المستحيل تدخلوا زعما اي واحد كيما حنا هاكا ما نقدرش ندخلوا. غادي نحكوكم تاع واحد دخل ولا اكبر تجار في الدارك ويب، بس كيما قلنا لكم دارك ويب دارك ويب شي ديب ويب فيه تجاره تاع الاعضاء، تجاره تاع المخدرات، فيه كاع صوالح. دون نحكوكم ثاني على الحكايه تاع واحد شغل عاش هذه الحياه بعد خفوت حبس وخرج وحكى له. بدايه غادي نبدا لكم بالديب ويب اللي هو يجي تحت الانترنت. باش تدخل للديب ويب خوتي ماشي زعما تدخل جوجل كيما حنا رانا هكا وتكتب زعما اريد الدخول الى الديب ويب ايوا تدخل، لا ماشي هكا، ما كاش كاع منها. وثاني حرص ديرها باسكو جوجل يجي موراك يدخلك الحبس. وخوتي كما قلت لكم الديب ويب هو شغل كما نقولوا يجي قبل الدارك ويب. وفي الديب ويب خوتي كي تدخلوا
80% من الديب ويب خوتي كاع احتيال ونصب، ما كاش كاع منا خوتي. كي تدخل تلقى زعما يبيعوا لك سلاح، تلقى زعما الا خصك واحد زعما تستاجره باش زعما يقتل واحد، الا خصك زعما واحد يعلمك زعما التهكير، هادو كاع تلقاهم خوتي. واللي يبغي يتعلمهم يخلصوا دراهم، كي يخلصوا خوتي ما كاش منها يحتالوا عليهم. تسمى الناس كاع اللي فيه كاع محتالين كما نقولوا، سارقين سراقين بصح شوالا شغل هما ما هاكر، هما ما يقتلوا ما والو، هادو غير ناس نقولوا انت انسان محتال نقولوا فرضا تدخل ديب ويب تحط باللي انت زعما هيتمان ولا باللي انت تقتل. هذه في الديب ويب ولا خدك هذه في الديب ويب، هذه في الديب ويب. هذه راني نقول لكم ديب ويب هو اللي قبل الدارك ويب. كيما الديب ويب شي شويه رطب على الدارك ويب. أيوة. الدارك ويب الديب ويب تدخل له ناس حقانيين وخدمه كي نقولوا مدسوسه وبصح نيشان خوتي. بصح الديب ويب كما قلت لكم فيه كاع محتالين، قليل وين تلقى واحد يدير لك زعما خدمه تاع تهكير صفحه ولا خفيفه، زعما باش تلقاو هادي يقتل ولا ما تلقاش. سما الديب ويب معروف عليه باللي خوتي محتالين، سما احتيال في احتيال في احتيال. ودروك غادي ننتقل لكم للدارك ويب. الدارك ويب هو خوتي وين فيه كاع هاد الصوالح اللي ما يدخلهم، اللي المخ ما يتخيلهمش. تخيلوا خوتي فيه تقد تكري واحد يقتل، ولا تقد زعما تجيب واحد اللي يعذب واحد وانت تخلصه، وهذاك الواحد يدير لايف وهو يعذب فيه وانت تقول له كيعذبه. تخيل هذه يسموها الغرفه الحمراء. هذه الغرفه الحمراء الريد روم يجيبوك شغل مرأة ولا طفل ولا راجل، المهم اي واحد يخطفوه يجيبوه لهذيك الغرفه ويديروا لايف، واللي يدخل يتفرج هذاك اللايف كل ما يخلص ويقول لهم ها شي يديروا. بصح هذه خوتي غير الناس المهيبله من كاين الناس اللي كنقولوا في مرض نفسانيين يموتوا الصوالح، يديروا هاد الصوالح بليزير تاعهم. هاد الصوالح بين ثاني قال لك يعني تقعد في دارك ويب تصنع نكوتك، تصنع نكوه تاع بنادم نتايا، تصنع اسم خضاع اخر ان جزائري يردوك هندي كما قلنا، اوراق مزوره. ثاني تبغي تجيب كارت بونكار ثاني مزوره تشري بيها وكاع ثاني تجيبها. ثاني اي حاجه كي نقولوا خارج القانون وكي نقولوا حرام في ديننا كاين. خوتي معلومه على هاد الشغل، هاد الانترنت مودليم كيف يتعاملوا فيه وكيف يخلصوا وكيف الناس اللي يستقبلوا دراهم شغل ما يقدروش يقدبوهم الشرطه. ولا الحاجه الاولى خوتي كاع اللي يستعملوا الدارك ويب هما كاع ناس هاكر وكاع هاربين في مخهم وكاع يعرفوك شغل كيف يتخبوا. سما خوتي لو كنت تجي تحوس عليه تلقاه خطره بلي ساكن في البرازيل، بعد خطره تلقاه في السعوديه، بعد خطره تلقاه في الهند. سما كاع ما يقدبوهمش خوتي. كيما نقولوا احنا باش تعرفوا تفهموا غايه اش نهضروا كيما نقولوا احنا في بي ان تاعنا. بصح في بي ان تاعنا هذاك يقولوا حاجه والو غير تم صافي ما يخمم في بي ان تاع الصح يبدل البلاد بضغطه زر، يبدل البلاد منا وتاع بصح كي نقولوا جوجل محرك تاع جوجل ما يعرفهاش ورا تاع بصح. وثاني خوتي هما كيف يتعاملوا بالمال، يتعاملوا بعمله البيتكوين. هما شغل باسكو البيتكوين كي تخلص به هو شغل ادريس كيما نقولوا خاصه اللي ما تقدش تعرف المرسل وما تقدش تعرف المستقبل، يعطوك غير ادريس لا اسم لا والو وانت ترسل فيها الدراهم. كي نقولوا بيتكوين باللغه تاعنا هما في اللغه تاع البرمجه اللي يعرفوا يقول لك بيتكوين عمله غير مركزيه، ما تقعدش كيف اثر ما تخليش اثر يبرا عمله جامي خرجت من عارفه تما. ثم يتعاملوا بالبيتكوين هذه هي. كي نقولوا تبغي دير له سيرفيس يقول لك حط بيتكوين زوج بيتكوين كيما واللي يخلص ما تعرف لا بوليس واللي يخلصوا ما يعرفوا لا بوليس. ثم المهم كي نقولوا واخدين حذرهم من كل جوايه. وخوتي هذه باختصار شغل الانترنت المودليم والديب ويب، هذا هو التعريف تاعهم واش يديروا فيهم واش يصرف فيهم. كما قلنا لكم دارك ويب ديب ويب واترنا فهمنا لكم الفرق بيناتهم، دوك فهمكم فرق كرؤيه كيف تشوفوهم. اصحاب البرمجه غادي يفهموا واش راني نهضر. المهم كيما نقولوا حنا السيت تاع جوجل تدخل يوتيوب ولا هذاك السيت حنا نشوفوه كصوره، هو تحته كاين كنقولوا لغه ولاش ارقام نقولها برمجه لغه تاع البرمجه كي نقولوا حروف منا. احنا عندنا هنا جوجل يوتيوب اي عفسه حنا نسيرشوا عليها تيك توك ولا في جوجل تخرج تسيرشي على عفسه جوجل اي حاجه تسيرشي عليها كي نقولوا باغي نسيرشي على حبه تفاح. قبل حبه تفاح شي يكتبوا لك HTTP قاطي سلاش يكتب لك كاع ماركيتوها. هذا هو جوجل عادي. كي نقولوا كاين جوجل يجي سيف، كي نقولوا كاين لي سيت اللي يجوا سيف بليس على الاخرين. تكتب ثاني حبه تفاح يكتب لك هنا HTTPS سلاش منه ويدير لك واسم اللي كسيرشي عليه هذاك محمي. هذا احنا تاعنا جوجل. ديب ويب باش تدخل له ولا دارك ويب للزوج كيف هذه اللغه تاعهم باش تدخل له ماشي هكا. عندك كاين كود تكتبه تكون قاصد ديك الحاجه تكتب كود ومشي ربعه ولا كود كبير وتكتب حاجه اللي باغيها. تم كي نقولوا المحرك تاع جوجل تحشيها له ويدخل العالم الغموض تما هي تبدل. ثم كود يكتبوه ماشي غير هكا تدخل. المهم فيها ثاني صوالح تقلد غلطه بيسي تاعك راح لا كتبوا بيسي ديسك ديال تاعك رقيسه
المهم بزاف صوالح سما غموض كاع كاين. دوك غادي نحكي لكم على واحد الشخصيه اللي دخلت دارك ويب وكانت شخصيه عاديه كيما حنا نورمال، اكتشفوا دارك ويب وسيو اكتشفوه حتى وين ولاو اكبر تجار في دارك ويب، اكبر تجار ولاو كنقولوا يبحثوا عليه اف بي اي، كاع الناس يبحثوا عليه. بابلو اسكوبار تاع دارك ويب. ما يعطيك صح، بابلو اسكوبار تاع دارك ويب تاع بصح قريب على الخطير. دوك نحكي لكم عليه. هذه الشخصيه اللي سموها روس اولبريخت. هذا الشخصيه كيفاش تدخل دارك ويب قال لهم باللي كنت نتعاطى المخدرات، كان يتعاطى المخدرات مدمن. ايوا ولا يروماركي باللي ماشي يروح يقعد يشري مخدرات نورمال، ولا شغل يروح بلايص مخزونين كما نقولوا حنا باش تشري مخدرات في امريكا، يروح يكشف بلايص مخزونين يروح يشري خايف من الدوله. شو اللي يقول لهم زعما علاه الحكومه تدخل روحها فيا، تدخل روحها عشان ناكل، عشان نحط في جسم تاعي، ما عندها حتى دخل. وانا ماكش فاهم باللي زعما اللي دير ما تاكل مخدرات باش تدور غير واحد تدور بعد الناس باش ما تكونش في وعي تاعك. هذه هي ملاحظه. ناكل حاجه في كورتاي انا مسؤول عليه ندخلهم مريض نفسي هذا. وتنرفا بزاف قال لهم تفادوا لي نروح نشري خيانه، قال لهم بلي خصني عفسه غير اونلاين نروح نشري ديال تما وين بدا يسيرشي على الدارك ويب وما كان يعرف حتى حاجه عليه. هو كان بنظرته ما كان يعرف حتى حاجه على الدارك ويب. شو ولا يدير ولا يتعلم حاجه الاولى برمجه صعيبه بزاف باش يعلمها، قاعد معاه يتعلم برمجه حتى هو بالبرمجه ولا يعرف باللي كاين شي لي سيت فيهم ثغره. سما وشا ولا يقول دارك ويب ثاني فيه ثغره كيما هادو لي سيت سما اللي نقدر ندخل بهم. ولا متمكن في دارك ويب بزاف، ولا متمكن بزاف في البرمجه واعلام آلي كاع. ثم اكتشف كيف يدخل دارك ويب. مين اكتشف كيف يدخل دارك ويب؟ الحاجه الاولى اللي دارها شادر هو هذا ذكي خوتي جدا، سي فري مهبول بصح ذكي. دوك نحكي لكم ضعفوا على ذكي. شادر راح لسيت يبيع فيه مخدرات، ماكش يبيع اي مخدرات، كان يبيع مخدر واحد اللي هو باك تعرفوه هيروين؟ لا سميه ميطافين، فطائر. فهذاك في دوك الفطائر يجوا مجفه ومن الفطائر اللي يدوخوا كان يزرعهم في البيت تاعه وصنع سيت منظم مرتب كان فيه شويه عيوب ولا يبيع فيهم في هذاك السيت. صح دقه كاين ناس راهم يجوا خاش كان كاين قبله، كان كاين ناس يعرفوا دارك ويب وكان كاين قبله الناس يبيعوا ماشي غير هو، كان كاين قبله بصح هو اللي جاب لك العقليه تاع المخدرات. دارك ويب داك الوقت كان غير تبغي تشوف تصاور كيقولوا تصاور تاع واحد هذا ما كانش كاين يبيع، مازال ما اكتشفوا التجاره تاع الدارك ويب. هو اول واحد اكتشف السيت يدير في بيع فيه مخدرات وجاب هذيك الفكره. بس انا بغيت نفهم كيف كان يوصل المخدرات. اني جاي كي كان يوصل وكي كان يبيع باش العمله كما قلنا لهم بيتكوين باينه. راح حاجه اللي دارها باينه تحل سيت باش تحلل تسميه سماه سكيل رود. هذه طريقه كديرتها الصين في امريكا. هذه الطريق كانوا يديروا فيها، هذه الطريق كانوا يهربوا فيها المخدرات. هذه الطريق تاع بصح في الحياه الواقعيه كما نقول طريق كانوا يهربوا فيها الصين المخدرات لامريكا. هذا باين مثقف راح سمى على هذيك الطريق سمى عليها سكيل رود، سمى هذيك اسم كاين منه. صح حط سلعه تاعك كما كان يزرع المخدرات اللي هما فطائر، بدا يبيع، تلقى الناس يشروا عليه. اش كان يدير؟ كان يحكم مخدرات، يحكمهم زعما كي نقولوا يجيب كتاب يقطعها من الداخل كاع يصنع في حفره، يحط هذوك المخدرات يبلع على كتاب، يعاود يجيب سيلوفان يديرها في بورصه كما نقولوا ويشفط الهواء باش يتزاير هذاك السيلوفان على الكتاب يبان جديد، ويديرها في بريه وكان يحطها في ميزكم الكتاب. هاد المخدرات كان يحطهم في البارد، سما بارد هو اللي كان ليفري، سما الساعي البارد كان يليفري وما على بالاش راه يليفري بنيده. سما هو ما تبقاش تعرفها كاع شكون، سما يحط في بارد كي نقولوا حنا يسكن هنايا يحط بارد تاع ولايه تاع مدينه اخرى، فهمتوني؟ ومام هذاك البارد اللي حطه في مدينه اخرى ماشي معناتها الكليون ما يسكن، مام كليون يعطيه بارد تاع واحد اخر، فهمتوني؟ ثم دائما كاين ديستونس بين السلعه والكليون وثاني ديستونس بين السلعه والبائع. ثم الشرطه ما عندها ما تحكم، ولاو الناس اخرين يبيعوا مخدرات بصح ماشي الفطائر كما قلت لكم، مخدرات اخرين من نوع اخر ولا يبيعوهم في السيت تاعه. هو شنو ولا يدير عليهم بورسونطاج حتى من بعد ولا يشوف هذه الفكره كبرت بزاف ولا بزاف الناس يبيعوا في السيت تاعه. شنو ولا يدير ولا يدير لهم بورسونطاج كبير وزيد حبس من الخدمه تاعه اللي كان بيع فطائر ولا مدير تاع داك السيت اسمه اهتم بالاداره تاع السيت. بعد الموقع اكتشف بلي زعما فيها شويه مشاكل، منهم غادي تقولوا لي كيف الثقه تاع هذاك الانسان نقدر نشري عليه وانت ما تعرفها ما والو، خاص يخلصوا قبل ما يشرو، تخلصوا قبل ما توصلك السلعه. الثقه كيف هذا دار لها حل اللي نشوفوها دروك، هذه اكتشفوها في درك بابيه الاولى. شنو هذا الحل تاع الريفيو؟ زعما تشري على هذاك البنادم دير له نجومه،
دير له تقييم. تادوك تبغي تشري نبغي نشري عليه، شوف عنده 5 نجوم غادي نشري عليه، ماشي على تاع 2 نجوم. سما هو اللي جاب هذه الفكره، خرج من عنده. وثاني التقييم تاع الزبون، باسكو دارك ويب الزبون ما تعرفش واللي يبيع ما يعرفكش، لازم يعرفوش بعضهم. ثاني انا نبيع خاف من الزبون بالك هو شرطي، سما الزبون ثاني دار له تقييم، سما جاب فكره شابه بزاف، تقييم للزبون والزبون يقيم ثاني اللي شرى عليه. ولا يطلعوا الناس زعما هذا اللي يبيع كثر هذا كونفيونس. السيت تاعه كان افضل سيت، ما كان والدي ما كانش على بالهم، كان انسان عادي. الوحيده اللي كانت عارفه هي كنقولوا حبيبه تاعه، صديقته، الجيرفريند. انا ثاني الجيرفريند تاعي على بالها شنو نبيع شنو ما نبيع. الجيرفريند تاعي اللي كان لا على بالها هي الوحيده. ومن بعد في حكايته تدخل الجيرفريند تولي تبيع معاه، يولي سيت افضل سيت، يولي افضل سيت في العالم. وهذا كان يتمشى على واحد المنهج، هذا المنهج داه واحد السيري تاع بريكينج باد اللي يعرفوه. بريكينج باد هذا بريكينج باد في شخصيه اللي هي والتر وايت، ثاني يبيع مخدرات بصح بسيستم تاع الذكاء كيما نقولوا. كان شخصيته مفضله، هو قال بلي كان شخصيه مفضله تاعي، كنت ندي عليه بعد لي زيدي وعليها لقيت نجاح في هذا المشروع الناجح. وبين في نهاية المطاف يحكموه وفوت سنوات في السجن، وبيه اللي اكتشفوا التجار وبيه اكتشفوا دارك ويب كتر. وخشوا من خرج من السجن هو اللي حكى لهم كيف انا نحكي لهم هذه الحكايه، بس هو حكاهم وانا نجيب لكم في الحكايه. سمع نهاية المطاف ما طريق شي طويله كاع هادي وحكموه. ودي كانت حلقه تاعنا تا اليوم خوتي. ما تنسوش تخلونا لايك، ما تنسوش تشاركوا، وقولوا لنا في لي كومونتير مواضيع عليكم باغيين نهضروا لكم عليها جانب مظلم. نارك باغي تسمع جانب مظلم على زعما خوك نورمال نجيبوا لك قلنا خويا يسموها في الجزائر، دبروا لي صح، ولا اختي يسموها شو الاسا تاعها وندير كداركم عليها. حنا استخبارات امريكيه، استخبارات امريكا، جوفرمنت. حنا هما الجوفرمنت. بيس اوت.